السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، وعمل لايك حتى تستقر القناة. عايز أقول كلمتين يخصوا الندل والواطي بس. أحب أقول لكم رأيي في الشخص الواطي اللي بيعض الإيد اللي تتمدله، وما أكثرهم الأيام دي. بقول عليه إيه بقى؟ جعان وندل وشبع، جرح في أسياده. جعان وندل وشبع، جرح في أسياده، وعمل لي فيها الجدع يحلف بأمجاده. ده الواطي مهما علي يفضل بطبعه خسيس، يعيش ذليل ويموت ويورثه أحفاده. ما أقذر الإنسان وما أوطى الإنسان اللي رك ما يشم نفسه بس. أول ما يقل أصله مع الناس اللي شالوه وتحملوه وعملوه بني آدم وحشوا عنه كلاب السكك اللي كانت بتنهش في لحمه. ده إنسان واطي ما يعرفش يرد الجميل. بدل ما يرد الجميل، أول ما يعض الإيد اللي اتمدت له. عايز أقولك إن الكلب أوفى منه. والله الإنسان الواطي الجعان هو اللي يفضل ندل طول عمره، يفضل واطي وندل وجبان. الناس تشيله في عينيها وينقذوه من كل ورطة ويقع فيها، وفي الآخر كما يشم نفسه بس، يا دوب يشم نفسه. أول ما يعض الإيد اللي تتمدله. أعوذ بالله من أشكال الوطية دي.